طب ايه شركات الاموال وايه شركات الاشخاص، وده ليه اتسمى كده وده ليه اتسمى كده؟ اولا شركات الاموال من اسمها يبان ان هي شركه ذات طابع مال او ذات طابع مادي. يعني ايه ذات طابع مال او ذات طابع مادي؟ يعني شركه بيدخل فيها اكتر من شخص، ما فيها عدد كبير من الشركاء، ولكن قائمه بذاتها على المال او عدد الحصص او عدد الاسهم. والميزه في الشركه دي ان المسؤوليه فيها مسؤوليه محدوده. يعني ايه مسؤوليه محدوده؟ يعني مسؤوليه الشركاء لا تندرج للاموال الخاص بل لراس مال الشركه، وده هنتكلم فيه بالتفصيل في فيديو تاني. طب الشركه الثانيه وهي اللي تهمنا اكتر وهي شركات الاشخاص. شركات الاشخاص يبان من اسمها انها قائمه بذاتها على الاشخاص نفسهم، يعني الثقه في الاشخاص هي التي تقوم هذه الشركه. يعني الشركه قايمه على ثقه الاشخاص في بعضهم البعض او الناس في هؤلاء الاشخاص.